ده اليوم التاني من متابعة أعمال تنفيذ شقة في جاردينيا، عدينا على أرابيلا مول، وبالمناسبة تصميم مول جامد جدا ومحقق معظم الشروط التصميمية المفروض تكون في أي مول تجاري. معاك إن الكوبري اللي اتعمل قصاده عكن مزاجه، بس مش مهم، ملناش دعوة. وصلنا الشقة ودي العمارة، والشقة في الدور التالت. تعالوا معايا نخش نشوف وصلنا لإيه. أدي البنا شغال في المباني بتاعته. طبعا بنستلم أول حاجة مرحلة قد المباني، ونتأكد من تربيع وتأكيس كل غرفة، ونشيك على مقاس الفتحات، ونعمل حسابنا في قيمة المحارة. بعدين بنشد خيطان اسمها خيطان السواعي عشان نرفع الحيطة ونتأكد إنها تكون رأسية تماما ومظبوطة. هنسيب سعد يكمل ونروح نفطر من جملة ماركت جنبنا. المول ده مشكلته معايا في تصميمه السيء جدا. شايفين البلازا اللي في النص ما فيهاش اي تغطيه خالص ازاي؟ كانت ممكن تعمل بطريقه افضل من كده، يكون في شويه زرع واماكن الناس تقعد فيها وتتبسط، ويكون فوقهم تغطيه محترمه تاخد من نفس روح المبنى. حتى التراسات اللي فوق ما فيهاش اي تغطيه خالص. احنا قبل الظهر والشمس حرقت المحلات. مش مهم، مش عارف انا بشغل نفسي بالحاجات دي ليه. لازم يعني اطلع المهندس اللي جوايا. دخلت من سكات، طلبنا الاكل واستنينا استنينا كتير قوي لغايه ما الشيف خلص الاكل ونده علينا. هنا هلبت